يو جايز، اليوم ان شاء الله غادي نديرو ستوري تايم على المسار الدراسي ديالي دو ا زد. كيفاش واحد داز غير من لافاك ايكونومي في الماستر كان كيتخلص حسن من لي بروف ديالو، ابخي دار الشركه ديالو، دار دكتوراه كذا. هادشي باش نغير واحد الفكره مونوطون ديال انه لافاك هي مقبره الاحلام. وانا ماشي اكسبسيون، حيتاش انا اللي انسبيراني ندير هادشي هو انه من يلاه دخلت لافاك اس ان انا شفت واحد الدري دار هادشي وقلت علاش هاد السيد هذا باش فايتني حتى انه بما انه هو دارها حتى انا نقدر نديرها. وهاد الفيديو الهدف منه هو انك تقول نفس الهضره، تقول بما انه هاد السيد هذا دارها علاش انا ما نقدرش نديرها. انا ما فايتك حتى شي حاجه، ما ندك منك، ما مجهد عليك، ما حتى شي حاجه، ما بادي من واحد لو بوين اللي احسن منك. الحاجه الوحيده هي انه كنت كنخدم صافي. دونك الساط ولا الساطه الا خدمتي انت فراه انت تقدر توصل لهاد لو بوين وتقدر تفوتني. علاش؟ انا راه كنحس براسي باقي يلاه بادي، باقي يلاه عندي 26 عام ان شاء الله. السيمانه الجايه غادي ندير 27 عام. قولوا لي هابي بيرثدي في لي كومونتير. و مازال ان شاء الله العاطي يعطي، باقي يلاه بغينا نقولوا بسم الله. مازال عندنا دي بروجي كبار ان شاء الله خدامين عليهم اللي نبارطاجيوهم معاكم في الفيوتور ابخي ما نوصلوا ليهم، ماشي قبل. وهذا راه قاعده في الحياه خصكم تخدموا بها، حيت الرسول ديالنا كيقول لنا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هذه ماشي شي حاجه اللي عيب، حنا كنديروا بالتعاليم ديال الرسول ديالنا، هو اللي ورانا هادشي. القصه بدات في الليسي يا سيدي. انا ما كنتش باغي نقرا، كنت كلاسه من الاخرين في القسم، كنت سيونس مات. كان القسم فيه 14 واحد، كلاسيت انا اللي قبل الاخر، جيت كلاسيت انا 13. ما كنتش باغي نقرا، كنت مركز على لونطرينمون صراحه. كنت كندير ميسكيلاسيون، كنت مشيت فيها مزيان، وصلت لواحد لو نيفو اللي زوين. نطلع لكم شي تصويره هنايا. صافي بقيت مركز غير مع لاصال. اصلا قيس هذيك ديال لاصال حيت كان معقدني الضعف في الصخور وكذا. في الباك قالوا لي ما ديرش سيونس مات، انت مكلاسي حتى الاخر، خصك تقلبها فيزيك. قلبتها فيزيك، حتى هو ما باغيش نقرا، كيعياو معايا الدار قرا ما باغيش نقرا. واصلا كنت حتى لا بغيت نقرا كنشد الكتابه ساعه كتجيني الدوخه بحال دايرين ليا الطلاميذ. صافي هذاك الباك دوزتو، جبت 10 في الوطني وجبت 12 في لا موين جينيرال ديال الباك. ايوا سيدي ملي غادي نشد الباك هي فين يسرى معايا الفيلم، يسرى معايا القالب. غادي نقول نشوف كاع الطلبه اللي كانوا كيقراو معايا، اللي دارش، اللي مشى لبرا، اللي تقبل في المدارس اللي كان باغي يتقبل فيهم. كل واحد دار شي حاجه، وكنلقى راسي انا ما درت حتى شي حاجه، ما جبت السوي ديال حتى شي مدرسه. تما فين غادي يسرى معايا الفيلم، وغادي تسرى معايا الاهميه ديال القرايه. زيد عليها تا لونطرينمون والدومين ديال البادي بيلدين اللي كنت باغي نكمل فيه. كان خاصني باش نكمل فيه، خصني فلوس ديال الماكله، خصني قليله واحد ما بين 3000 4000 درهم في الشهر. انا ما عنديش درهم في جيبي. عرفت بلي هادشي اللي كندير فيه ما مسلكش. زيد على التعامل ديال الدار معايا تا هو بدا كيتبدل، ديال عائلتي ولاو كيشوفوني رفيق السوق، مابقاوش باغيين نتلاقى مع ولادهم. هادشي تا هو كان اثر عليا بزاف. زيد على الوالد كان حاقرني، كان كيقول لي ندخلك دير البوليس. مع كل احتراماتي للمهنه ديال الشرطه، ولكن انا كنت عارف باللي عندي بوتونسيال حسن، عارف باللي الا درت راسي في القرايه راه غادي نقدر ندير شي حاجه اللي احسن بزاف. صافي كتلقيت راسي تهزيت غير في الكونكور ديال الاساتذه ديال السبور ديال لوينيس. صافي قلت نمشي ندوزو. مشيت دوزت البخاتي، كان فيه الجرة والقفص طويل، تكلاسيت فيهم مزيان. العشيه كان جيمناستيك. من نبغي ندوز جيمناستيك كتسرى معايا، غادي نقول للصاد واش انا غادا تليميت الحياه ديالي في استاذ ديال السبور. عاوتاني مع كل احتراماتي لهاد المهنه، ولكن انا كنت كنشوف راسي عندي بوتونسيال اكبر، ما كنشوفش راسي. اصلا انا كانت عندي الثقه في النفس من ديما صراحه، من ديما وانا عندي الثقه في النفس طالعه، يعني واثق في راسي وعارف راسي راه النهار غادي ندير راسي بشي حاجه، راه غادي ندير واحد الريزولطا اللي زوين. صافي كنسول الناس اللي دايرين بيا، الناس اللي كبر مني، شنو نقدر ندير.
شنو هما لي زوبسيون اللي باقيين عندي لا فاك دي سيونس، لا فاك ايكونومي. ولد خالتي قال لي راه لا فاك دي سيونس ضربت فيها 5 سنين غير باش نشد ليسونس. ابخي دوزت التعليم ما تهزش فيه، دوزو العام اللي من بعدو تهز فيه، صيفطوه لليساس. فقال لي انا فهمتي، قال لي انا دزت من هادشي ما نبغيكش انت دوز منه. قال لي انا راه دراري صحابي خدموا في لافاك، قراو في لافاك ايكونومي وكلهم خدموا. قال لي نصحك بلا فاك ايكونومي احسن لك. قلت ليه بالله. هنا غادي يبدا يدخل معايا الفيلم ديال لافاك ايكونومي. مشيت لافاك دي سيونس، كانت هي اللي تقيت فيها في الديبار. مشيت ليها كندور كيبان لي الياس الصاد. تخيل معايا كندور كيبان لي بنادم يائس، كيبان لي بنادم مبهدل في حالته، وبنادم خانز بريحة العرق، وبنادم كيضرب صندالة ميكا والحياة والروينة. عرفت باللي فهمتي هادشي ما خدامش. علاش؟ حيت كيبانلك بنادم طافي الصراحه. غير هذاك لونفيرونمون راه صاحبي غادي ياثر عليك بواحد الطريقه سلبيه. صافي هي فين ديسيديت غادي ندير. مشيت لافاك ايكونومي كيبان لي بنادم زوين، بنادم لابس مزيان، بنادم مهلي في راسو، بنادم كيحسن، بنادم نقي، بنادم كيجيب طوموبيله ديال بواه. كيبان لك الصاد، كيبان لك ليسبوار، كيبان لك هاد الناس فيهم الامل بالمقارنه مع الناس ديال لافاك ديال الصاد. وهاد اللعيبه حتى هي زادت اثرات عليا في لا ديسيزيون ديالي. الاليمون الثالث اللي غادي ياثر عليا باش غادي نختار لافاك ايكونومي هو واحد الدري ولد دربله عبد الرحمن. سولتو قلت لي شنو هي احسن حاجه ممكن ندير بهاد لافاك ايكونومي، يعني لا تكلاسيت انا الاول، شنو هو اوعر افاق نقدر ندير بهاد لافاك ايكونومي. قلت لي يا سيدي راه اللي كيتكلاساو من الاولين راه عندهم كيدوزو كونكور ديال لو سي جي وديال ليسكا يقدروا يكملوا فيهم. اواه الصاد كيفاش يقدروا يكملوا فيهم؟ واش كيكملوا مع الطلبه اللي جايبين 17 و 18 في الباك وتقاتلوا عليها وجابوا الطافيم وكذا؟ قال لك تقدر تقرا معاهم واخا انت جايب 10 في الوطن. ما يمكنش الصاد. راه صافي انا كانت هذه المعلومه هي الوحيده اللي باقي خاصني. كان باقي خاصني نعرف بلي راه عندي فرصه اخرى. اون فوا نعرف بلي عندي فرصه اخرى، هذه هي الحاجه الوحيده اللي كانت خاصه. صافي اون فوا نعرف هذا البلان، صافي غادي ندير هدف هو انني خصني نجيب هاد الانسيج ولا اسكا. سولت على السوي شحال، قلت لهم السوي، قال لي الدري قال لي راه الا جبتي 14 راه غادي تضمن السوي ديالك في كاع لي زانسيجي ديال المغرب. غادي تضمن بلاصه زعما انك تقدر دوز كونكور ديال كاع لي زانسيجي ديال المغرب. صافي يولي الهدف هو 14. صافي وخصك تعرف بلي انا راه دزت من انسان ما كانش كيقدر يهز الكتاب ساعه في النهار اللي هزيتو كيضرني راسي. الواحد كيخدم 8 سوايع في النهار حيت ولا عندي هدف، ولدرجه سمحت في الميسكيلاسيون، سمحت في السبور. كنت كنقول للدراري ما عمرني غادي نسمح، ما عمرني غادي نخوي لاصا، ولكن طلقتها حيتاش عرفت بلي فهمتي قضيه مساله حياه او موت. ما كنقلبش انا على لا بالونس في حياتي، كنقلب على انني خصني نصوفي باي طريقه، خصني نجبدها من فم السباع. صافي غادي ناخذ هاد المره الامور او سيريو، خصني نحط جهدي كامل، خصني نخلي زيرو ريسك. صافي وليت كنقرا او ميم طون كنتعلم على الطرق ديال انك تولي واحد اللي كيتكلاسا من الاولين. كنقرا يعني فيديوهات ديال المراكنه كيفاش تولي من الاولين في القرايه، لي ميثود دابرونتيساج. صافي هذاك الاس ان درت فيه هدف انني نجيب 14. تقاتلت بجهدي كامل، كنخدم 8 سوايع في النهار، كنقرا الحصص ديال لافاك، كنوجد الحصه قبل ما نمشي لافاك. ملي كنمشي لافاك كنحضر الحصه، كناخذ لي نوت وكنسول البروف، كنسولو شي 20 مره في الحصه. هاد القضيه ديال البارتيسيباسيون ديال المشاركه في وسط الحصه كانت يدي ما كتهبطش. اي واحد كيقرا معايا غادي تسولو، قرا معايا في لافاك كتسولو عليا، ما غادي تسولوا عليا تقول لها واش قرا معاك داك خونا، يقول لك راه داك السيد يدو ما كانش كتهبط من الحصه. هاد القضيه ديال البارتيسيباسيون راه كتقريت عليها وعلى الفوائد ديالها، داكشي باش كتمركز عليها بزاف. عندها فوائد كثيره غنجي لكم ليها ابخي. كنشارك وسط الحصه، من بعد ما كنخرج من الحصه كنعاود نغيزوميها، نزيد عليها كنقرا من يوتيوب، كنقرا لي زوفراج، كنقرا الكتوبه. باي ذا واي لي زوفراج اللي خدمت بهم في الاس ان
راه كنبارطاجيهم مع الطلبه كل عام، راه دابا 7 سنين وانا كنبارطاجيهم. الا بغيتيهم كتب لي غير اوفراج اس ان في انستغرام في بريفي غادي نصيفطهم لك. غتلقاو انستغرام ديالي هنا تكتب فيه اوفراج اس ان غادي نصيفطهم. كنقرا في لي زوفراج، كنقرا من يوتيوب، كنقرا في الدار و ميم طون داير السوايع يعني كندير بالنصيحه اللي عطاتني البروف ديالي ديال التيدي ديال الاس ان. قالت لي اسي دو ديبلوي توت سورس دانفورماسيون بور ريوسير، وهادشي اللي كنت كندير. يعني حاول تستغل اي مصدر ديال المعلومه باش تنجح، وهادشي اللي كنت كندير. صافي درت اوبجيكتيف تجيب 14 في الاس ان، صدق تجيب 15 ونص. ولك انت تخيل الفرحه اللي حسيت بها ملي جبت ديك 15 ونص في الاس ان. راه لا يمكن تخيل الفرحه اللي كتحس بها ملي كتكون حاط واحد الهدف اللي صعيب وكتقاتل عليه بجهدك كامل وكتوصل ليه. راه فريمون كانت واحد الفرحه كبيره بزاف. ونعطيك واحد لافونتاج اخر ديال انك تجيب 15 ونص في الاس، ديال انك تجيب نقطه طالعه في الاس. لافونتاج الاخر هو انه الا جبتيها في الاس ان كيولي ساهل انك تجيبها في الاس 2 في اس 3 في اس 4، حيتاش تعلمتي لي ميثود ديال انك تولي واعر في القرايه. صافي راه اساسي في انك تجيبها مره واحده، ساهل انك تبقى تجيبها ديما وتولي تجيبها باف 4 اقل. من بين الحوايج اللي ركزت عليهم بزاف هي لا بارتيسيباسيون مهمه بزاف، المشاركه وسط الحصه مهمه بزاف وتعاونك بزاف. وهاد القضيه كتختلف فيها انا على كاع القرايه كتلقاهم الهدف ديالو هو انه ما يتعرفش، ما يشوفو حتى شي حد، يبقى انابيرسو، يبقى انفيزيبل، يبقى حتى شي حد ما كيعرفو حتى حد ما كيشوفو، يبقى مخبي. علاش الناس اكثر كيخافوا من العين. ولكن انا كتقريت باللي لا بارتيسيباسيون غادا تنفعني، وفريمون نفعتني في شي حوايج اللي انا ما كنتش راد لهم البال اصلا. اولا نفعتني انه كتسهل عليا التركيز وسط الحصه، حيتاش الاستاذ كيشرح وانا كنقلب على شنو هو السؤال اللي نقدر نسول. هادشي كيخليني ما كنزقل حتى شي كلمه كيقولها الاستاذ وكناخذ ليها نوت. يعني كنركز اكثر، كنستافد اكثر وسط الحصه، ما كنسهاش وسط الحصه. ثانيا استاذ ولا كيعرفني، انا ديما هاسي ديما كتهبط. استاذ ولا كيعرفني بسميتي وكنيتي، وهذا الشيء راه عاوني في ليكزامان وعاوني في النقاط ديال ليكزامان. راه كانوا لي بروف كتبوش عباديتنا، كانوا لي بروف كيجيو عندي في ليكزامان كيعلموا لي الورقه ديالي باش انهم يتهلاو فيا في لانوت. ثالث حاجه عطاتني لا بارتيسيباسيون واللي ما كتشطارب ليها الحساب هي في الاس ا. من جبت 15 ونص الناس كلشي شاف لانوت ديالي حيت كلشي كان كيعرفني، ولاو الطلبه كيجيو عندي كيقولوا لي واش تقدر تشرح لنا المواد. وهاد القضيه حتى هي كتختلف فيها على جميع القرايه. علاش؟ حيت كنتي كتلقى قرايه ما كيبغيش يشرح لك. علاش يشرح لك؟ واش يستافد؟ انا كتعرف بلي عندي استفاده في هادشي. كنت كنشرح للطلبه ماشي خير مني فقط، كنت كنشرح للطلبه حيت عارف راسي غادي نستافد اكثر. اولا ملي كتشرح لشي حد ما فاهمش انت كتعلم الماده اكثر وكتميتريزيها اكثر. زيد عليها كتستافد من الاسئله ديالهم، راه كيقدر يسولك في شي بلانات اللي انت ما كنتيش راد لهم البال كتولي عارفهم، وكيزيد يعمر دماغك اكثر وكتزيد تستافد اكثر. راه كاين ملي كتولي باغي تماجوري ما كتوليش كتقلب على انك ديرها باقل افور، وانما كتولي كتقلب على انك تميتريزي الماده اكثر من اي واحد باش تكلاصا فيها من الاول. هذه حتى هي نفعتني فيها القضيه ديال انني كنت كنشرح، حتى هي عاونتني انني نتكلاصا من الاولين. والقضيه ديال انني كنشارك وكنشرح الناس غادا تكون سبب في واحد الحاجه اللي زوينه بزاف، هي انه انا كنت كنشرح للطلبه فابور، ولكن واحد النهار ما كنتش مسالي وكانوا واحد 3 ديال البنات محتاجين نشرح لهم. قلت لهم راه عندي شي حوايج اخرين خدام عليهم وما نقدرش نشرح لكم. قالوا لي مين شافوني ما غاديش نشرح لهم فابور، قالوا لي واش اذا خلصناك واش تقدر تشرح لنا؟ قلت لهم مرحبا. قضيه ولات فيها خلاص مرحبا، شي حاجه اللي زوينه بزاف باش منها انا كنستافد وانتوما كتستافدوا. صافي قلت لهم ندير معهم 3 البنات، قلت لهم ندير معكم 300 درهم الحصه نتوما بثلاثه في المجموع. قالوا لي 250 درهم. قلت لهم بلان شحال خاصكم الحصه؟ خصنا 4 الحصص هي 1000 درهم او 1000. اول 1000 درهم غادي نشد في الحياه، خصك تعرف الحلاوه ديال اول 1000 درهم غادي تشد في الحياه. راه لا توصف صراحه. راه واحد الفرحه كبيره، خصوصا انه راه ديك الساعه راه ما عنديش درهم في جيبي اصلا.
ما عنديش درهم في جيبي، راه ما نقدرش ناكل حتى في البيفيت، ما نقدرش ناكل فيه. صافي خدمت معاهم، شديت اول 1000 درهم، وهنا فين غادا تبدا القصه ديالي مع السوايع، حيت السوايع فعلا غادي يبدلوا لي حياتي. راه غادي السونتر اللي كنت كنقرا معاهم، اللي كنت كنقرا فيه، غادي بروبوزي عليا انني نخدم معاهم، وغادي يبروبوزيو عليا صالير زوين حيت كنت كنقرا وكان عندي نيفو طالع، وليت كنحس براسي مهاكي الحياه. وليت من واحد كان كيتكلاصا ولا خرف قسم، كلشي كيشوفو رفيق السوء، حتى شي واحد ما باغي يعمر معاه، وانسان تالف في الحياه. الواحد كيتكلاصا من الاولين في لافاك، من الخمسه الاولين عندو هدف، و ميم طون كيتخلص وهو باقي يلاه عندو 18 عام. يعني حياتي تبدلت ما بين ليله وضحاها. وهذا هو الهدف اللي بغيت نوصل لكم من هذا الفيديو، هو انه 6 شهور الا تقاتلتي فيها بجهدك كامل، 6 شهور كافيه باش انها تغير لك المسار ديال حياتك، ووليت انسان عنده هدف كيتقاتل عليه، وليت انسان فرحان، وليت انسان ماشي ضحيه ديال الظروف ديالو، وانما انسان كيكتب في قصه البطل ديالو. واحد النهار غادي يعاود للناس على المعاناه اللي داز منها، وقدر يحقق الاهداف ديالو واخا كلشي كان ضده وكلشي كان كيتحارب معاه. وفعلا وليت بحال هكا كنفكر، وليت ملي كندوز من ظروف صعيبه كنقول راه هذه هي القصه ديال البطل. راه ملي كتفرج في شي فيلم فيه شي بطل كتلقى بلي 90% ديالو كيدوزو معاناه، ولكن في الاخر كينجح وكيعاود الناس على المعاناه اللي داز منها. واخا هكاك نجح صح نجح، واخا الدوله كانت ضده وعائلته كانت ضده وكلشي كان كيتحارب معاه وكلشي كيحاول يهبطو، ونجح صح. هذا وفي البدايه راه كانت عندي عقليه ديال الضحيه، كنت كنقول علاش انا الوحيد اللي كندوز من الظروف، علاش انا ماتت لي الوالده وانا عندي 15 عام، وانا عايش مع الوالد وعائله الوالد كي اتاكيو فيا وكيتكرفسوا عليا، وهذه كانت عندي عقليه ضحيه. ولكن من بعد تولي عندي عقليه ديال انا واخا كيتحارب معايا كلشي غادي ننجح صح، وغادي نعاود واحد النهار الناس على المعاناه اللي دزت منها واخا هكاك نجحت. وهذا الخير اللي داروا فيا هاد الدري، حيتاش راه حتى انا انسبيريني واحد الدري انه راه تقدر تمشي بعيد في ليكونومي وفي الدومين ديال السوايع، تقدر تمشي بعيد. حتى انايا دابا وليت كنحاول انني نرد الجميل للناس، وحتى حنا راه دابا ملي كنلقاو شي طلبه اللي واعرين كيقراو عندنا، حتى هما نقدروا نبروبوزيو عليهم انهم يخدموا معنا، ويولي عندك صالير وانت باقي يلاه كتقرا في الاس ان ولا الاس 2. وهذه شي حاجه اللي زوينه بزاف. كنحاولوا نشجعوا الطلبه اللي كيبانوا لينا كيتقاتلوا عندهم هدف كيتقاتلوا عليه. صافي هذه هي القصه ديالي في الاس 1. الاس 2 تخيلوا معايا لدرجه ديفلوبيت واحد لي ميثود دابخونتيساج لي واعرين، لقيت راسي كنجيب نقاط اللي طالعه بسهوله. ما انا شاد ستون خالقها في لافاك، اكثر واحد خالقها وفرحان، لدرجه قسما بالله الا دوك العامين ديال لافاك كانوا من احسن السنين اللي دوزت في الحياه ديالي، حيت كنت فرحان، كنت او ميم طون خالقها وشاد ستون مع الدراري، او ميم طون عندي هدف كنت قاتل عليه، او ميم طون كنت كلاصه من الاولين في لافاك، او ميم طون كنت خلص. حسيت براسي صافي هاكيت الحياه. وهذا الشيء انا اللي بغيتك توصل ليه. واخا الناس دابا حاليا ما جبتيش مزيان في الباك كلشي كيشوفك فهمتي وليتي حوتاله، لا راه انت دابا تقدر تولي مهاكي الحياه الا تقاتلتي، الا كنتي مستعد انك تقاتل على الحلم ديالك. اس 2 جيت كلاسيت فيه من الاولين بسهوله. الاس 3 حتى هوايا، وانا راه كنقول لك ماشي راه او ميم طون كنقرا وخدام كنتخلص. اس 3 حتى هو لا ميم شوز، اس 4 لا ميم شوز. ابخي غادي ندوز كونكور ديال ليسكا. في الكونكور ديال ليسكا صراحه كنتقت شويه في راسي زياده، وكتقلت باللي هاد الكونكور زعما ما احتاجش بريباري ليه بزاف باش انني نجيبو. اصلا بنادم كيقرا معايا نيفو طايح صراحه، يعني الا دوزت مع هادو غنجيب كونكور بلا ما بريباري شي شويه. هادي الصراحه مشيت دوز كونكور ما تهزيتش. من ما تهزيتش هادي كانت بحال قلتي ويك اب كول، كانت واحد الترفيقه اللي كنت محتاجها باش انني نجيب لو انسيج. عرفت باللي الكونكور معاش اللعب، كونكور ماشي هو اكزامان فهمتي حالو ساهل، كونكور حاجه اخر.
كونكور كتنافس مع الطلبه المغرب كامل، خاصك تقاتل. ديجا دابا نتوما عندكم هاد الفرصه في الطلبه ديال 2025 ما بقاش الكونكور سي دابا نتوما القضيه سهلت عليكم بالمقارنه بينا. حنا راه كانوا معانا طلبه جايبين 17 كيدوز كونكور ما كيتهش. علاش؟ حيتاش ما موجدش الكونكور، النقاط حاجه والكونكور حاجه. دابا ولاو غير بالنقاط تقدر تيس في الانسيجي، يعني دابا انت عندك فرصه اكثر من الفرصه اللي كانت عندنا. غادي تركز غير على نوت، تجيب احسن نوت ممكنه ما بين 14 16 غادي تضمن بلاصتك في الانسيجي. واخا تكون جايب 10 في الوطني ولكن خصك موي 12 في الموين جينيرال مع المراقبه هذه كيركزوا على الانسيجي، غادي تولي قادر انك تقرا مع الطلبه اللي جايبين 17 و18 في الباك وجابوا الانسيجي. في الانسيجي هضره اخر. الانسيجي كانت من بين اكثر لي بيريود اللي تقاتلت فيهم في حياتي كامله، حيتاش كان خاصني كانت عندي واحد لا فيزيون ديال مثلا كاين 40 بلاصه في الانسيجي، انا ما مفيزيش على انني نجيب ديك البلاصه 40، يعني غير ندوزي سالك فيزي انني نتكلاس انا الاول في الكونكور. خاصني نجاوب على الكونكور كامل، خاصني نحط الجهد ديالي كامل في لا بريباراسيون، غنكون انا هو اكثر واحد بريبار لذاك الكونكور في الحياه في التاريخ ديال الكونكور. انا واثق انني غادي نكون انا هو اكثر شخص وجد لذاك الكونكور. كنت كنخدم ما بين 8 حتى ل 10 سوايع في الصيف. بعدا ما كاينش شي حاجه سميتها الصيف، ما كاينش بحر، ما كاينش بيسين، ما كاين حتى شي لعبه، كاينه القرايه. عندي هدف بالنسبه لي انني نجيب كونكور نسيجي مساله حياه وموت، خصوصا انه كانت عليا السوشيال بريشر، كان عليا الضغط الاجتماعي. علاش؟ حيتاش كان كلشي ولا كيعرفني، كلشي كيتسناني شنو غندير، كلشي باغي يتشفى فيا من ما غاديش نجيب لانسيجي. كلشي يقول لي انت دابا العام كامل انت كطرطر علينا هز يدك، في الاخر ما درتي حتى شي لعبه. هاد اللعيبه كانت كتموتيفيني بزاف. وزيد على الوالد حتى هو كان كيقول لي الساط راه كتضيع في الوقت ديالك، هادشي اللي كدير فيه راه كتضيع في الوقت ديالك. وكانوا بزاف الناس ما واثقينش فيا، منهم الوالد، وهادشي كان كيأثر فيا بزاف. وكنت محتاج انني نبين لهم، ومحتاج انني نخلي الوالد يفتخر بيا ولو مره واحده في حياتي. هذه كانت هي اكبر موتيفاسيون عندي، انني الوالد يفتخر بيا ولو مره واحده في حياتي. تقاتلت على داك الكونكور بجهدي كامل وجبته، وكانت من بين اكبر الفرحات اللي حسيت بهم في الحياه ديالي. جبت لو ان سي جي، مشيت بديت كنقرا في الان سي جي، لقيت راسي وليت نيفو طالع صراحه لدرجه في الان سي جي راه تكلاسيت من الاولين في الان سي جي بسهوله صراحه. وخاصكم تعرفوا باللي في لونغلي تكلاسيت انا الاول في الان سي جي، ميم سي في لونغلي كنت زيرو في الباك، كنت زيرو في لونغلي. الصراحه نقولها لكم انا الوطني ديال لونغلي كون ما نقلتش كنت غادي نجيب 2، حيتاش نقلت من واحد الدري باش جبت 12. وكنت الجمله الوحيده اللي كنعرف في لونغلي في الباك هي وات يور نيم. وفي ظرف عامين ديال لافاك تقاتلت على النيفو ديالي في لونغلي، وقدرت نجيب 2 ديبلوم انترناسيونال ديال لونغلي، تيست اوف انجلش فور انترناشونال كوميونيكيشن جبت الطويق، وجبت توفل تيست اوف انجلش از فورين لانجويج. هادو 2 ديبلوم انترناسيونال اللي تقدر تمشي بهم الميريكان والاوروبا. وهذا الشيء اللي غادي يوقع لي في الاخر ديال الاس 5. كانوا قالوا لينا بلي كاينه فرصه ديال انك تقرا الاس 6 في مدريد فابور، يعني كاينه بوخ ديال ايراسموس غادا تخلص عليك القرايه كامله، وتخلص عليك من الطياره ديال الي حتى الطياره ديال الريتور، وتعطيك 8000 درهم في الشهر اللي هي 800 اورو غيعطيوها لك باش تعيش تمايا وتقراو كلشي. ما يمكنش الصاد واش نمشي لاوروبا صاد. الناس اوروبا الحلم ديال الناس اللي كيريسكيو بحياتهم، انا غادي نجيبها بقرايتي. واش فعلا القرايه تقدر تبدل حياتك لهاد الدرجه؟ ما يمكنش. صافي سولت على لي كونديسيون، قالك خصك تكون جايب نقاط طالعين ويكون عندك نيفو ديال لونغلي مزيان. صافي عرفت راسي انا ضامن بلاصتي. اولا عندي اعلى النقاط في الان سي جي وفي لافاك، حاجه كيشوف النقاط من الاس 1 حتى الاس 2. ثانيا هادي جبت اول نقطه في لونغلي، عرفت راسي ضامن بلاصتي لدرجه من دفعت كان باقي 8 ايام باش يبان الريزلطا، وباي ذا واي تهزو 800 من اصل 200 واحد. بقى 8 ايام قلت للوالد راه تهزيت باش راه ديجا تهزيت باش نمشي نقرا لا ليسونس ديالي في مدريد. وصراحه حيت كنت محتاج انني نشوف الوالد كيف تاخر بيا، وفعلا حسيت بداك النهار بانه الوالد افتخر بيا صراحه، وكانت واحد الفرحه اللي كبير.
صافي قلت لوالدي سير وجد لي الباسبور، غادي نمشي نكمل الاس ديالي في مدريد بزيرو درهم، ما غاديش تعطيني حتى شي درهم. فريمون كانت فرحه كبيره، وصراحه دازت 8 ايام لقيت راسي تهزيت انا الاول. مشيت قريت الاس ديالي في مدريد. وخاصكم تعرفوا باللي قبل ما نمشي لمدريد كنت انا ولد جديده، كنت ما عمرني خرجت من جديده. البلاصه الوحيده اللي ماشي لها هي كازا، ما عمرني مشيت لشي مدينه. كانوا الدار كيسافروا ولكن ما كنتش كنقدر نسافر معاهم حيت كانت كتجيني التقيه في الطوموبيل، كانت الطريق كتجيب لي التقيه. دونك الصاد ما عمرني سافرت. ايماجين حياتي كامله دوزتها في جديده. نهار غادي نسافر غادي نمشي لمدريد وغادي ندوز فيها 6 شهور. هادي من الحماره للطياره ليترالمون. صافي مشيت لمدريد، عجباتني الدنيا تما بزاف، ودرت دي كونيكسيون مع الناس من العالم كامل، حيتاش كان جروب فيه الجروب ديال ايراسميس كيكونوا فيه طلبه من العالم كامل. تلاقيت مع طلبه من مصر، من فنلندا، من سويسرا، من فرنسا، من اسبانيا، من اوروبا كامله، من ميريكان، من الالمان. تلاقيت مع طلبه تما، درت دي كونيكسيون مع طلبه تمايا. خدمت انا اصلا على السوشيال سكيلز حيت انا كنت انتروفير. واخا تكون انتروفير وانسان منعزل تقدر تخدم عليها، تقدر تولي انسان اكسترافير، تقدر تولي دير علاقات مع الناس، حيت هادشي غادي ينفعك بزاف. صافي داكشي اللي درت. القرايه تما جاتني ساهله بزاف، كنت نقدر نكمل القرايه ديالي في اوروبا، ولكن انا كان عندي اهداف في المغرب صراحه. وباش نكونوا صريحين، اوروبا زوينه الا كنتي سالاري، ولكن المغرب حسن لك كانت عندك فلوس. هذا الراي الشخصي ديالي، يقدروا بزاف يختلفوا معايا فيه، لكن هذا هو الراي ديالي الشخصي. رجعت كملت الماستر ولا كيجيني ساهل، تيلمون ديفلوبي دي ميثود دابرونتيساج. كل ماستر ولا كيجيني داكشي عبيط. ما بقيتش كنقرا في الدار كاع، كنقرا كنركز وسط حصه صافي. الحصه كنعطي فيها 100% ديال الجهد صافي، ما كنقراش في الدار. وهادشي خلى ولا عندي بزاف ديال الوقت خاوي، وهادشي هو اللي خلاني نلونسي الشركه ديالي ديال السوايع. غادي نلونسي بزاف ديال لي سيرفيس في الديبار. درت كنت بديت في لاشين ديالي في يوتيوب، في انستغرام، صيبت دي دوسي دو بريباراسيون ديال كونكور سي جي. ابري غادي ندوز للسوايع اون لين، درت سونتر ديالي ديال السوايع، ولكن ما عجبنيش الحال صراحه. فضلت انني نخدم اون لين حيتاش اولا غادي نقدر نخدم مع الطلبه من المغرب كامل، وثانيا ما عندي لا مصروف ديال الكرا لا حتى شي حاجه، وما كانتش المنافسه في السوايع اون لين بحال المنافسه اللي كاينه في السوايع في اوفلاين. صافي هادشي اللي درت، بقيت بحال هكا خدام. من وصلت للماستر دوزيام اني ماستر، لقيت راسي كنتخلص احسن من لي بروف اللي كيقريوني في الانسيجينيت. ابخي غادي ندوز لي كونكور ديال الخدمه ديال الدوله وديال البريفي. ايماجيني كو ما كاينش شي كونكور ما تهزيتش فيه، كاع لي كونكور كنتهز فيهم فاسيلمون، بشويه ديال بريباراسيون كنتهز فيهم، لدرجه واحد من اصعب لي كونكور في المغرب ديال لي كادر فينونسي ديال لو اي سي اف، راه كيدوز 10000 واحد، وفي الشعبه ديال الفينونس غادي تهزو 8 في ليكري وغادي نتهز منه. ومشكله انا ملي شفت داك البشر كثير قلت نيست انني نتهز. صافي قلت غادي ندوز ونخرج حالاتي. دوزت لقيت راسي تهزيت صافي، حسيت براسي مهاكي الحياه صراحه. وفي الاخر كنشوف لي صالير لقيت راسي ما محتاجش انني نخدم. علاش؟ حيت اصلا انا في الماستر كنت خلاص احسن من لي بروف ديالي. ابخي غادي ندير شركه ديالي، غادي ندير اون ساغل، غادي ندير سياج ديالي في كازا. صافي ابخي غادي ندوز الدكتوراه حتى هي قصه. ملي غادي ندوز الدكتوراه غادي نكون كنبريباري انا واحد الدري صاحبي وكتولي بريباريت مع البي اف او بادر. مي غادي نكون كنوجد الدكتوراه، تكون باقا 3 ايام على الكونكور، غادي يتوفى ليا الوالد. ديك الساعه صافي عندك ديسيزيون، يا اما غادي تسمح في البريباراسيون حيت مات لك الوالد، وعندك هنايا عذر اللي فاليد، يعني ما غادي يلومك عليه حتى شي واحد. راه بزاف سمحوا في حوايج كبار بسبب انه توفى لهم الوالد ديالهم. ولكن انا كنت بلي الوالد ديالي غادي يفتخر بيا اكثر الا عرفني واخا مات ما يحبسش بريباراسيون. لدرجه في العشيه اللي مات فيها الوالد انا رجعت كنبريبار، حيتاش كان الهدف ديالي من ديما هو انني نخلي الوالد ديالي يفتخر بيا. صافي العشيه بديت بريباريت وتهزيت في كونكور ديال الدكتوراه في لوغال. كنا دوزنا اوغال وتهزيت فيه، والحمد لله
دابا راه الشركه دابا راه عندها 3 سنين، وانا باقي يلاه عندي 26 عام، باقي عندي احلام، باقي عندي بزاف د الحوايج كنتقاتل عليهم. والهدف من هذا الفيديو كان هو انني نعاود ليك على مثال ناجح داز من لافاك. ما غاديش هذا مثال، فهمتي؟ ما تبقاش غير تسمع بنادم كيتشكى لك من لافاك، راه الا درتي لافاك حياتك ضاعت، والوالدين حتى هما كيقولوا صافي ولدي ضاع دار لافاك، فهمتيني؟ بغيت نوصل لك راه هو انه الاكثريه ديال الطلبه في لافاك هو اصلا داخل ما باغيش يقرا، باغي يشد الستون. سيتي لو كا بالنسبه للطلبه اللي كانوا كيقراو معايا، ما كان حتى حد باغي يقرا، ولكن اللي كنتي باغي تقرا راه غادي تزطل. هادشي اللي كاين. انا دابا عاودت لكم القصه ديالي باختصار باش نانسبيريك، ماشي باش نفليكسي عليك ولا نعيق عليك، غير باش نعطيك شويه ديال الانسبيراسيون، نعطيك الامل كيف ما عطاوه ليا تانايا ناس اخرين من يلاه كتطالع على لافاك. الهدف هو نعطيك امل ونعطيك حلم وهدف تقاتل عليه. ولا كنتي كان عندك هدف تقاتل عليه من لافاك، انا مستعد انني نعاونك. ولا كان عندك اي سؤال تقدر تسولني، تقدر تدخل عندي انستغرام وتسولني. انا راه كنجاوب على كاع لي ميساج في انستغرام، وباي ذا واي راه جو سوي بلي اكتيف، يعني انا اكتيف في انستغرام اكثر من واتس. هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم. شكرا على الوقت ديالكم والى اللقاء.